بالتأكيد رأيتموه في مناسبات سعيدة أو ربما على منصات العروض العالمية، وقد تعتقدون ببساطة أنه مجرد قطعة أزياء جميلة ومبهرة، لكن الحقيقة هو في جوهره لوحة سياسية وتاريخية عميقة جدا. تخيلوا معي أن هذه القطعة نسجت بخيوط من التحالفات وإعلانات السيادة المطلقة عبر قرون طويلة من الزمن. نحن حرفيا أمام قصة أمة كاملة تروى من خلال ثنايا القماش. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا: كيف تتحول قطعة ملابس إلى رمز حقيقي للسيادة الوطنية، بل وتصبح في عصرنا الحالي في قلب نزاع دبلوماسي دولي حول التراث؟ إنها فعلا رحلة مذهلة ومليئة بالمفارقات، لزي انتقل تدريجيا من أروقة البلاط الملكي وصراعات النفوذ في العصور الوسطى ليحط الرحال في صميم الدبلوماسية الحديثة والمنظمات الدولية. في هذا الشرح سندمج الدبلوماسية المؤسساتية الحديثة مع التاريخ العميق وعلم الاجتماع لنفهم القصة بشكل متكامل. سنمر سريعاً على معركة اليونسكو، ثم نغوص في جذور السيادة المغربية، ونستكشف ابتكار المنصورية في العهد السعدي، ونتعرف على خيوط التعايش الثقافي وصولاً إلى تحول هذا الزي المخزني العريق إلى أيقونة عالمية. حسناً، دعونا نبدأ بالقسم الأول: معركة اليونسكو وحماية التاريخ الغير المادي. لفهم الصورة الحالية يجب أن ندرك أن ملفات اليونسكو أصبحت بمثابة ساحات المعارك الحديثة للحفاظ على هوية الدول. في عام 2023 قدمت الجزائر ملفاً لحماية الزي الاحتفالي الشرقي، وتضمن هذا الملف صورة لقفطان النطع الفاسي. في المقابل نجد تحركاً مؤسساتياً من المغرب لإعداد ملف شامل لعام 2025. الهدف هنا ليس فقط تسجيل القفطان، بل حماية المهارات الحرفية الدقيقة المرتبطة به كتراث ثقافي غير مادي، وذلك لتوثيق الروابط التاريخية العميقة بين هذا الزي وبيئته الأصلية. ننتقل الآن إلى القسم الثاني: جذور السيادة المغربية وكيف أصبح اللباس تعبيراً عن الدولة نفسها. لكي نفهم الجذور الحقيقية لهذا الرمز يجب أن نعود بالزمن إلى نظام المخزن السياسي. المؤرخ والفيلسوف العظيم ابن خلدون يعطينا المفتاح الذهبي هنا. في السياقات التاريخية القديمة لم تكن الملابس أبدا مجرد خيارات تتعلق بالذوق أو الموضة، بل كانت بمثابة جواز السفر أو العلم الوطني الذي نعرفه اليوم. أزياء السلطان كانت ختما وشعارا لا يقبل اللبس، يميز الحاكم ودولته بوضوح عن بقية الأمم. ارتداء زي معين كان بمثابة إعلان سياسي صارخ بالاستقلال والانتماء. التاريخ في هذه النقطة يشبه رقعة شطرنج جيوسياسية تستخدم فيها الألوان والأقمشة كأحجار للعب. في القرن الثاني عشر أدخل الموحدون القفطان القرمزي الأحمر. هذا لم يكن اختياراً عشوائياً للون جميل، بل كان قراراً سياسياً حازماً للتباين عمداً مع اللون الأسود الفاخت الذي ميز الخلافة العباسية. لقد كانت حرفياً حرب ألوان لإعلان الاستقلال التام. لاحقاً تبنى المارينيون اللون الأبيض النقي وأضافوا حزام المظمة العملي، ووصلت الأمور لذروتها في القرن السادس عشر عندما استخدم السعديون القفطان كسلاح ناعم وقوي جدا في مواجهة التوسع العثماني. ولو تأملنا الجذور اللغوية العميقة لهذه الأقمشة سنجد أنها بمثابة خريطة عالمية لخطوط التجارة القديمة والدبلوماسية، منسوجة بالكامل في قطعة قماش واحدة. كلمة خفتان الفارسية تعني اللباس الملكي أو الدرع، ملوطة أصلها يوناني أو قبطي وتصف الثوب الواسع. أما الزردخان الفارسي فتطور ليصبح ما يعرف اليوم ببروكار فاس الفاخر، وصولا إلى الميليفة وهي الصوف الفاخر المنسوج محليا ببراعة في فاس. هذا المزيج المذهل يثبت لنا كيف تقاطعت الحضارات وطرق التجارة العالمية لتتجسد ماديا في تفاصيل هذا الزي. التوتر التاريخي في تلك الحقبة كان هائلاً. الإمبراطورية العثمانية كانت تتوسع بسرعة وتفرض تأثيرها الثقافي وأزيائها بقوة، وفي خضم هذا المد الكاسح وقف القفطان كحاجز بصري متين وعنيد. رفض السلاطين المغاربة القاطع لتبني الأزياء العثمانية كان إعلانا سياسيا مدويا. لقد شكل هذا الرفض بيانا صامتا ولكنه شديد الوضوح عن الاستقلال السياسي المطلق، مما أسهم بشكل كبير في ترسيخ الهوية المستقلة والفريدة لدولة المخزن. وهذا يأخذنا للقرن السادس عشر والقسم الثالث: المنصورية، الابتكار السعدي العبقري. السلطان أحمد المنصور الذهبي لم يكن مجرد قائد عسكري محنك، بل يمكننا القول إنه كان مصمم أزياء طليعي وسابق لعصره.
ابتكاره المسمى بالمنصورية كان نقلة نوعية حقيقية، زي ملكية تكون من قطعتين، قفطان أساسي سميك وفوقه طبقة علوية بيضاء وشفافة. هذا التراكب الجمالي لم يكن مجرد لمسة أناقة عابرة، بل كان ضربة سياسية ذكية جعلت الهوية الملكية المغربية تتفرد تماما وتستحيل محاكاتها وتقليدها من قبل أي إمبراطورية أجنبية منافسة. تطور هذا الابتكار السعودي عبر الزمن يعد دراسة رائعة في فن تعقيد الأزياء. المنصورية ذات القطعتين أرست الأساس المتين لما نعرف اليوم بالتكشيط الحديثة. تخيلوا كيف تطور الأمر من قطعتين إلى بناء هندسي معقد يمكن أن يتكون من 5 قطع مختلفة: الجلي، السروال، التحتية، القفطان الأساسي، وأخيراً الفوقية أو الدفينة. يتم تكديس كل هذه الطبقات بتناسق مذهل، مما يثبت كيف يمكن لمرسوم ملكي قديم أن يتحول ويتفرع إلى واحدة من أعقد قطع الموضة المعاصرة. ننتقل إلى القسم الرابع: خيوط التعايش وروافد الإبداع المتنوعة. بالابتعاد قليلاً عن أروقة القصور والتوجه نحو الأزقة العتيقة لمدن مثل فاس والرباط والسلا، يمكننا تخيل أصوات الأنوال الخشبية في ورش الحرفيين. هناك اندمجت الأيادي الماهرة للعرب والأمازيغ واليهود في تناغم تام. لقد تشاركوا في نسج الحرير والمخمل وبروكار فاس، وتفننوا في إبداع تطريزات معقدة للغاية مثل الغرزة والحساب والفتلة. هذا اللباس حرفياً ينسج التراث الإسلامي والمسيحي واليهودي معاً في انعكاس عميق للتعايش الديني والثقافي السلمي الذي ميز هذه الحواضر لمئات السنين. ولإدراك الحجم الاقتصادي المهول لهذه الصناعة في العصور الماضية، لنتأمل معاً هذا الرقم الذي يبعث على الذهول: 20,000 عامل. في العهد الوطاسي كانت مدينة فاس وحدها بمثابة مدينة صناعية كبرى، تضم 520 داراً للنسيج. إذا قارنا هذا بما يعادله في يومنا هذا، فإننا نتحدث عن مصانع ضخمة وشركات كبرى تشغل جيوش من الحرفيين لإنتاج هذه التحف. هذا يؤكد لنا أن القفطان لم يكن مجرد لباس، بل كان محركاً اقتصادياً جباراً. ومن أكثر المفارقات التاريخية طرافة في تطور هذا اللباس هي قصة حزام المضمة. في البداية أضاف المارينيون هذا الحزام كحل عملي وعسكري بحت، فقد تحول القفطان من لباس فضفاض يعيق الحركة إلى زي مشدود ومناسب لركوب الخيل في ساحات المعارك القاسية. والمفارقة العجيبة فعلا هي كيف أن هذه القطعة الحربية المصممة للجنود تطورت عبر القرون لتصبح أكسسواراً أنثوياً براقاً ومرصعاً بالجواهر، وجزءاً لا يتجزأ من أناقة العروس اليوم. أخيراً نصل إلى القسم الخامس: رحلة التحول من زي مخزني سيادي إلى أيقونة في الموضة العالمية. إن قدرة هذا الزي على التكيف مذهلة بكل المقاييس، فقد عبر حدود الجندر بانتقاله الثلث من كونه زياً ملكياً عسكرياً حكراً على السلاطين الذكور ليتربع على عرش الأزياء الاحتفالية النسائية. اليوم هو القلب النابض لحفلات الزفاف والاحتفالات. والأكثر إثارة هو رؤية جيل جديد من المصممين المبدعين يأخذون هذا الأرشيف التاريخي الثقيل ويعيدون تخيله ليتألق في عواصم الأزياء الراقية مثل باريس وميلانو. إنه يتنفس ويتطور محافظاً على جذوره المخزونية، بينما يفرض نفسه على منصات الهوت كوتور العالمية. ومع ختام هذا الشرح يبرز سؤال يبعث على التأمل العميق: ما هي العناصر الثقافية الأخرى المعلقة بصمت في خزائن ملابسنا والتي نستخدمها بشكل يومي، بينما تحمل في طياتها المخفية ثقل الإمبراطوريات والمعارك الجيوسياسية وقرونا من التعايش المشترك؟ صراحة هذا يدعونا حقا لإعادة النظر في التاريخ العظيم المختبئ في أبسط التفاصيل اليومية التي تحيط بنا.